ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه اقول لكم تجربتي في المطار ان شاء الله، علشان في ناس كتير جدا عايزه تعرف ايه اللي بيحصل في المطارات. هل بياخدوا الذهب؟ هل بياخدوا جمرك على الذهب؟ هحكي لكم كل حاجه حصلت معايا. اول حاجه، انا كنت مسافره على مصر للطيران، وكنا كلنا يعني الأسرة كلها 5 أفراد. لما دخلنا مطار الدوحة كانت الدنيا زحمة بطريقة مش طبيعية. يعني احنا كنا رايحين طيارتنا الساعة 2، وصلنا تقريبا 11 ونص المطار أو 12 لتلت حاجة كده، بس كان زحمة مش طبيعية، والكاونترات كانت قليلة المفتوحة، بس برضو الطابور يعني إلى حد ما عدى بسرعة والحمد لله. دخلنا عشان نحط الشنط بتاعتنا، دخلنا على الكاونتر بتاع الوزن، كان معانا الوزن بتاعنا يعتبر مظبطينه. المفروض ان المصري الطيران الرحلة بتاعتنا كانت كل واحد ليه 46 كيلو من الوزن. المفروض ان انا الوزن بتاعي 46، بس لازم يكونوا على شنطتين، يعني كل شنطة فيهم 23 كيلو. المهم ان احنا كنا مظبطين الوزن كويس جدا، على اساس ان احنا يعني لما ندخل على الكاونترات ما نضطرش ان احنا نفضي حاجة او نشيل حاجة او الكلام ده. حاولنا نظبط الوزن على كده. المهم لما رحنا فعلا وزننا كله تمام. المفروض اننا لينا 10 شنط على يعني تبقى ياخدوها مننا، ومعنا طبعا الزيادة بتاعتنا اللي هي بتبقى على الطيارة، كل واحد 7 كيلو بيبقى ليه شنطة. دي بقى اختياراتك انت، حسب ما انت عايزة مثلا تطلعي الطيارة بشنطة او لا. فاحنا بصراحة كان معانا 4 شنط. هما لما لقونا يعني ان احنا معانا شنط كتير واحنا افراد كتير وكده، فاخدوا مننا 2 كمان على الكاونتر وطلعوهم على الطياره برضو، بدون ان احنا ما ناخدهم معانا. فاصبح ان هم اخدوا مننا 12 شنطه، وده يعتبر حاجه ذوقيه منهم، يعملوها اوبشن حلو ويساعدنا احنا ان احنا ما نبقاش شايلين طول الطريق شنط على الطياره، او ننزل بيها او نطلع بيها او الكلام ده كله. بس كانت في مشكلة ان انا كان معايا شنطة منهم من ال4 دول، كانت طويلة شوية، يعني طولها طويل، هي الشنطة رفيعة بس طولها طويل. فهم اختاروا الشنطة دي وشنطة تانية. الشنطة اللي كانت طويلة دي انا كنت حاطة فيها محتويات، حاجات بسكوت وحاجات كده تتكسر، فخفت عليها ففتحت الشنطة دي علشان ابدل ما بين الشنطة دي وشنطة تانية، بحيث ان الحاجة تفضل في ايدي وحافظ عليها. بس وده الحاجه الوحيده اللي تعبتني، ان انا بدلت الشنطتين، بس كان في مصلحتي ان اقلل الوزن اللي في ايدي يعني. خلاص اخدوا بقى الشنطتين، واحنا مشينا بس بشنطتين بس وطلعنا الطياره. طبعا بالنسبه لمصر للطيران كخدمه كانت سيئه جدا جدا جدا. طبعا المضيفات، انا حاسه ان انا كنت هتضرب علشان بطلب كوبايه ميه. يعني انا بقول للمضيفه والله العظيم، بقول لها عايزه يعني اشرب، جابت لي كوبايه. بعد كده قلت لها طب ممكن تجيبي للولاد كمان، راحت قالت لي يعني اجيب 4. طبعا ده كان سلوك غريب منها، مش قادره افهمه. حرفيا قالت لي كده والله العظيم. لما جيت تحط لنا الوجبات وكده بتسال بطريقه اجريسيف شويه، لحمه ولا فراخ؟ طب خلاص ماشي كده، يعني اللي هو طريقه التعامل مش لطيفه. يعني المضيفات تحسيهم متضايقين في حاجه غلط. المهم مش مشكلة، الأمور عدت، الوجبة كانت كويسة نوعا ما. بالنسبة للطيارة تعتبر قديمة، الشاشات فيها ما كانتش شغالة كويس قوي كلها. يعني المجمل مش وحش، كانت الدنيا لطيفة ماشي تمام. يعني أكتر حاجة ضايقتني بس المضيفات، يعني بصراحة سلوكياتهم غريبة. بس ووصلنا الحمد لله بالسلامة. بعد كده نزلنا على الجوازات، يعني مشينا بقى عشان نروح الجوازات في مصر. الدنيا كانت طابور طويل جدا جدا، لقينا الطابور خلص بسرعة جدا. يعني معنى الكلام ان هم فاتحين كاونترات كتير جدا جدا، بيساعدوا الناس وبيخلصوا وبيختموا بسرعة قوي، يعني ما خدش وقت خالص بجد. بعد كده طلعنا على بره. المفروض ان انا طب يعني بالنسبه لدهبك انت بتلبسيه او مثلا بتحطيه في شنطتك، انا كنت لابسه حاجات خفيفه خالص في ايدي، وبقيه الدهب بتاعي انا هحطها في شنطتي. بعد كده دخلنا على ضابط الجوازات. انا كنت بزق عربيه، وجوزي وولادي كلنا كنا كده، لان كان معانا شنط كتير. وبعد كده طلعنا. الضابط بكل ادب واحترام سأل جوزي انتوا معاكوا حاجة؟ تمام، انا نازله على مطار القاهره. قال له انتوا معاكوا حاجه؟ فجوزي هزر معاه وقال له معايا يوسف ابني يعني.
فقام قال له وممكن لو هتاخد مني جمرك خد يوسف. بهزار، الدنيا لطيفه جدا. الضابط حتى ضحك وقعد يهزر معانا وما فيش اي مشكله خالص، ويعني حسينا الامور لطيفه جدا. ما حدش عمل لنا اي حاجه، ولا حد سالنا في اي حاجه، ولا حد يعني تعرض لنا في اي حاجه وحشه. بصراحه المعامله كانت محترمه جدا في المطار. مفيش اي مشكله قابلتنا خالص خالص خالص. وبس ده اللي انا حبيت اقوله لكم. اطمنوا يا جماعه، محدش بياخد منك اي حاجه، ولا حد بياخد دهبك، ولا حد بيجمرك دهب، ولا حد بياخد اجهزه. انا كان معايا في الشنطه عجان، وكان في شنطه تانية فيها 2 قلاية كهرباء. محدش فتح حاجه، ولا حد قال لي اي والدنيا تمام، ومحدش فتح شنطي اصلا، ولا حد سالني على اي حاجه. فاطمنوا ان شاء الله باذن الله تنزلوا بالسلامه، والامور تبقى كويسه ومتيسره معاكم ان شاء الله. وطبعا تجربتي انا الشخصيه ممكن تبقى تجربه لطيفه وحلوه، وممكن حد تاني تبقى تجربته مش حلوه. فبرضو انا بقول لكم اللي حصل معايا انا كزينب، لكن معرفش ممكن يحصل مع حد تاني ايه، الله اعلم. عشان انا مش بكذب حد ولا بصدق حد، يعني انا بقول لكم اللي حصل معايا انا. وان شاء الله باذن الله باذن الله تتيسر كده ليكم زي ما تيسرت معانا. والسلام عليكم، مع السلامه.